شركة ابل شركة لا تصنع الايفون يا راجل. اتقل واسمع للاخر، انا اعرفك الحكايه. طيب يا سيدي شكرا كفايه. في مصطلح في البيزنس اسمه factoryless manufacturing، التصنيع بلا مصانع. طب معلش، ازاي تصنيع وازاي بلا مصانع؟ بص يا سيدي، الشركات الكبيره تقدر بسهوله جدا انها تبني مصانع، بس علشان تستمر وارباحها تكبر المفروض ما تعملش كده ابدا. تعرف الراجل ده يا سيدي بيتر دراكر، وده شخص اسطوره وعلى وضعه في البيزنس. كان قاعد بيمزمز في كوبايه الكابتشينو بتاعته وقال في حاجتين بس بيجيبوا فلوس، وهما التسويق والابتكار. اي حاجه تانية تعتبر كوست او تكلفه. وبعد ما الراجل البركه ده قال كده، اللعبه في البيزنس في العالم كله اتغيرت. الشركات الكبيره ايقنت تماما ان قيمه استمرارها مبنيه على قوه البراند بتاعها في السوق، مش مبنيه على المصانع بتاعتها ولا كم عامل ولا كم فني فيه. بطلت تركز على التانجبل اسيتس او الاصول الملموسه، وبقت تركز اكتر على الانتانجبل اسيتس او الاصول غير الملموسه. ابل فهمت اللعبه وركزت في تطوير امكانيات اجهزتها والسوفت وير الرهيب بتاعها، وكمان ركزت في بناء العلامه التجاريه بتاعتها والتسويق الصح جدا. اما التصنيع اديته للواد يانج بتاع الصين يعمله من غير ما يفكر. ومع ذلك يا اخي تلاقي ناس كتيره الى الان مركزه قوي على انها تستثمر في الارض والالات والمباني، ومش عايزه تصرف جنيه واحد على البراندنج او التسويق او الاعلانات. طب ليه انا بقول الكلام ده؟ لان يا صديقي العزيز، براند بلا تسويق كويس زي عربية تسلا بس بدون عجل، حلوة جدا، لكن ما بتعملش الحاجة اللي المفروض مصنوعة علشانها، وهي انك تتحرك بيها من مكان لمكان. اظن الرسالة وصلت.